عمرك سألت نفسك يا ترى الحاجات الصغيرة بتتكلم إزاي وإحنا مش واخدين بالنا؟ جوه العلبة الصغيرة كان في حكاية مستنية تتقال. كل واحد فيهم كان فاكر إنه لوحده هيعمل أجمل لوحة. أنا أرسم شمس كبيرة ومحدش هيغلبني. البحر اللي هرسمه محدش يقدر يعمله زيي. أنا اللي هزين الورقة كلها بشجر عالي. أنا هملى الدنيا ورد وزهور. يمكن الغروب بتاعي يبقى أجمل من الكل. الأحمر خد نفس عميق وطار من العلبة ورسم شمس منورة مالية المكان بالدفى، بس حس إنها لوحدها مش مكفية. الأزرق ابتسم بهدوء وبدأ يرسم بحر واسع جميل، والموج بيتحرك كأنه حي لكن فاضي محتاج حد يكمله. الأخضر رسم وفجأة شجر كبير طلع بأوراق كتير، وعلى الغصن جت عصفورة صغيرة اتغرد، بس من غير شمس ولا بحر ما كانش ليها روح. الأصفر كان مليان طاقة، جري على الورقة ورسم حقول زهور، ضحكت ولعبت بس محتاجة مكان تعيش فيه. البنفسجي اتحرك بخجل ورسم غروب هادي، وطلعت نجوم صغيرة من الورقة بتنور وتغمض عينيها كأنها نايمة، لكن لوحده كان ناقصه حياة. وقتها فهموا إن كل واحد لوحده مش كفاية، لكن لما اتجمعوا كلهم طلعت أحلى لوحة مليانة سحر وحياة. أجمل الألوان بتبان لما نتحد مع بعض.